السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بكم وسهلا في قناتكم وقناتي، ومرحبا بالناس الجدد اللي انضموا القناة. يا مرحبا بكم واني بكم كاملين، فرحتوني الله يفرحكم. اليوم عندي لكم ماسك هذا الماسك الأروع والأجمل والأسهل وفي نفس الوقت السحري للتبييض وتفتيح البشرة ما شاء الله، وفي نفس الوقت كيعالج ياسر من الأضرار اللي كتكون على البشرة ديالنا. فوائد هذا الماسك للبشرة كثيرة ياسر، يعني يزيل التسبغات الداكنة والكلف والبقع اللي تظهر لنا على البشرة، وكيعالج البثور وحب الشباب، وفي نفس الوقت ينظف المسامات البشرة ويجدد الخلايا. سبحان الله، كيحتوي على فيتامينات ياسرة اللي كترمم البشرة وتعقمها، كذلك يؤخر ظهور التجاعيد والشيخوخة الجلد، خصوصا هذوك الخطوط الرقيقة اللي كتظهر لنا على البشرة ديالنا. يخفف من السواد تحت العين الركز، يعني راه هذا الماسك كذلك يساعد في تخفيف من هذاك السواد اللي كيكون تحت العين، تحت العيون بسبب السهر والتعب. يخلي بشرتنا نظيفة وخالية من الأوساخ والخلايا الميتة، وكيخلي بشرتنا صحية وفيها اللمعة. بغيت تعرفوا طولت عليكم، بغيت تعرفوا الماسك هذا اللي غالي عليا الصراحة من بين الماسكات المحببة عندي، هو ماسك المعدنوس، عصير المعدنوس. خطير يا الطفيلات، خطير 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 خطير، وفعلا شنقول لكم سحري. وهذا الماسك كيف قلت لكم كيجدد البشرة، كيرممها، كيساعد في إزالة الحبوب والبقع الداكنة، كيفتح البشرة، كيوحد اللون ديالها. خطير، بغيتكم تجربوه. وهذا الماسك يعني من الماسكات اللي تعدل يعني بشكل يومي، خصوصا انه العيد ما بقى له والو، بقى له تقريبا ايام، تقريبا يومين او ثلاثه. انا نبغيكم تستعملوا هذا الماسك بشكل يومي يوميا يوميا، لانه ما شاء الله كيرمم البشره، عنده كيف قلت لكم عنده فوائد كثيره كثيره وفيتامينات ما شاء الله اللي كتغذي البشره وكتخليها صحيه. المهم بلا ما نطول عليكم حبيباتي، عندي هون عصير المعدنوس. المهم طحن المعدنوس وحصلنا على هذا العصير هذا. وعندي هون معلقة من حليب المجفف، حليب نيدو، عندي تقريبا حساب معلقة. وعندي هون معلقة من النشا. سهل هذا الماسك ما شاء الله، بسيط بسيط بسيط، وما شاء الله هاد المكونات كاملين عندهم فوائد كبيرة كثيرة 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 للبشرة ديالنا. هاد المكونات كيغذوا البشرة ما شاء الله، وكيف قلت لكم كيخلوا بشرتنا صحية، وكيخلوا بشرتنا ما شاء الله يعني لون متوحد، خالية من التجاعيد، خالية من الحبوب، خالية من جميع الأضرار والشوائب اللي كتضيع البشرة ديالنا. المهم هون كيف قلت لكم المعدنوس كنطحنوه وكنعصروه حتى كنحصلوا على هاد العصارة هذه. كنزيدوا تقريبا شوية قطرات من العصير ديال البقدونس، احنا كنسموه هنا في المغرب المعدنوس، والدول الاخرى كيسموه البقدونس. كنشدوا البقدونس، كنغسلوه مزيان، كنظفوه من هذوك الاعشاب اللي كتكون معاه، كنخلو كنعزلوا دوك الاوريقات ديال البقدونس، كنغسلوه مزيان بالماء. من بعد كنطحنوهم في المولينكس، ومن بعد كنحصلوا على هاد العصارة ديال البقدونس. خطير هذا الماسك طفيلات، كنبغيكم انا تخلوه كريمي، ما تكتروش من العصير ديال البقدونس، باش يسكن لينا في البشره ديالنا. منين نوزعوا على البشره ديالنا يكون مهم ثقيل، يعني بحال هاد الطريقه هذه، يكونش خفيف. انا بغيتو يكون بحال الكريم،
باش نقدر نتحكم فيه ونوزع على البشرة ديال وجهي والرقبة. خطير. ونخلوه تقريبا حتى ينشف تقريبا ربع ساعة، ومن بعد كنغسلو الوجه ديالنا. انا ما نكذبش عليكم، كنستعمله في الصباح وفي المساء، يعني مرتين باليوم بشكل يومي. كينظف، كيجدد، كيخلي البشرة مشدودة ما شاء الله، كيخلي البشرة ديالنا فيها واحد اللمعة واعرة، كيخلي البشرة ديالنا رطبة، وكيف قلت لكم فيها واحد اللمعة مثل بشرة الأطفال ما شاء الله. المواد هذه يعني المكونات هذه كيف قلت لكم سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل بيت، وما شاء الله عندها ياسر من الفوائد اللي تغذي البشرة وتخليها صحية. مكونات طبيعية 100%. أنا دائما كيف كنقول لكم بعدوا من المواد الكيميائية وخلوكم مع المواد الطبيعية. راه المواد الطبيعية، الوصفات الطبيعية راه أبدا ما كترجعناش بالضرر أبدا. شفتوا القوام ما شاء الله، كثيف شوية، ثقيل، اللي نقدروا نتحكموا فيه باش يبقى ثابت على البشرة ديالنا. كتوزع على البشرة، يعني البشرة ديال الوجه، من بعد كتوزع لها الرقبة، ولا شاط لكم شي حاجه يمكن حتى الايدي. انا دائما اي ماسك درتو الا شاط شي حاجه يعني كميه منه كنوزعها حتى على ايديا، ندهن وجهي به ورقبتي وايديا. المهم اللي شيط لينا هذا العصير ديال المقدونس، اذا كان عندكم القطن حاولوا تاخذوا كميه يعني اللي تقدر، يعني كميه اللي تقدر تدور بمحيط العين، يعني تقريبا تشدوا هذاك القطن وتغمسوه في هذا العصير ديال البقدونس وتحطوهم كمادات على العين وتخلوه تقريبا 10 دقائق. ما شاء الله مع الاستمرارية مع المداومة هذاك السواد اللي كيكون تحت العين ما شاء الله كيزول. ونتمنى منكم الطفيلات استعملوا هذا الماسك بشكل يومي. انا صراحة مرتين في اليوم كنستعمل هذا الماسك في الصباح وفي المساء. ما شاء الله ماسك خطير، ماسك مغذي للبشرة ما شاء الله، كي يزيل جميع الاضرار اللي يعني الاضرار اللي كتعرض لها البشرة ديالنا من تسبغات اشعة الشمس وتسبغات داكنة، من اثار الحبوب وحتى الكلف، حتى كيساعد في ازالة الكلف. المهم كنتمنى منكم تكثروا من اللايكات وتشتركوا في قناتي، كان دائما نجيب لكم الجديد. وني بكم ومرحبا بكم وسهلا الطفيلات.